النهاردة هنعمل طاجن بامية في الفرن، واوعدك اللي هياكل منه هيقول تسلم ايديكي. اول حاجة هنسمي بسم الله، ونزلت هنا بحلة ونزلت بزيت وحوالي 5 فصوص من الحبهان. انا قلت الاول اعمل الرز واخلص منه واسيبه على جنب واشوف بعد كده هنعمل ايه. طبعا الرز زي ما حضراتكم كلكم عارفين ان الرز المصري ما بيتنقعش، بيتغسل ويتصفى كويس، وبعد كده هنزل عليه بالزيت. كل كوباية رز عليها نص معلقة صغيرة ملح، يعني لو كيلو رز 4 كوبايات يعني حوالي معلقتين صغيرين ملح، ويتقلب عادي جدا في الزيت عشان يتشمع او يتغلف. وطبعا مجرد ان نحط المية المغلية الرز ما بيتقلبش نهائي عشان ما يعجنش. انا بحاول اغلف الرزاية علشان الرز بالذات بيتعجن لما بيتحطله المية. والزيت من الحاجات اللي بتخلي الرز يطلع الرز مفلفل مش معجن. ولو حابة تحطي سمنة في الاخر مفيش اي مشكلة، بس بعد ما الرز يستوي. انا هنا نزلت بالمية المغلية يا دوبك غطيت السطح بسنتي واحد، وهغطي عليه، واول ما يتشرب هوطي على النار. بعد كده انا هنا عندي اللحمة بتاعتي جبتها وهتبلها زي ما انتوا شايفين كده. نزلت اول حاجة بالكمون، وهنا توم بودرة، وفلفل اسود ده اساسي، وجوز الطيب. انا هعمل طاجن لحمة بالبصل جنب طاجن البامية. ونزلت ببصل باودر، وهنا كوبيبة صيني، ولو مش متاح مفيش اي مشكلة. وهقلب بقى اللحمة كويس علشان التوابل كلها تغلف اللحمة من بره. وجبت الجريل وهسخنه على النار، وعندي زيت زيتون اللي هو بيتحط على السخن، وهدهن الجريل بالشكل ده، وهنزل باللحمة اديها الصدمة بتاعتها. وبعد ما تاخد وش من تحت او لون من تحت هقلبها الناحية التانية، وهكذا. هنقطع حوالي بصلتين كبار جوليان. ممكن تكتري او تقللي كل واحد على حسب براحته، ومش شرط يكون البصل احمر، ممكن ابيض عادي، مفيش مشكلة اللي موجود. هنا اللحمة بعد ما خلاص اخدت صدمة على الوشين هشيلها من الجريل بالشكل ده، ومسحت الجريل ونزلت بالزيت علشان آه، اخد صدمة بالنسبة للبصل، اخدعه يعني في الزيت بالشكل ده. وهنا رشيت ملح، لان الملح ده اللي هو هيبقى تتبيلة طاجن اللحمة، والفلفل الاسود. بس في الخطوة دي انا غلطت فيها، يا ريت الملح ما يتحطش دلوقتي خالص. المفروض بعد ما طاجن اللحمة يستوي المفروض كنا نزلنا بالملح، لان اللحمة غابت في الفرن. وبعد كده كان عندي حوالي 3 طماطمات كبار قطعتهم، ومعلقة هريسة شطة، وهقلب كله مع بعضه بالشكل ده، بحيث ان التوابل كلها تبقى تتقلب مع بعضها. وهنا عندي معلقة كبيرة توم مهروس، وهقلب كله بالشكل ده. وهنا نزلت بنص معلقة سكر، لان السكر زي ما حضراتكم عارفين او اللي ما يعرفش ان السكر بيضطر الانسجة بتاعت اللحمة وتخليها ما تغيبش في النار او تغيب في التسوية. هنا رشيت كوبيبة صيني وشوية كمون،
واخلي التوابل كلها تغلف البصل والطماطم. وبعد كده بعد ما اعطيتهم التشويحة التمام هنزل بكل الكلام ده في الطاجن بتاع اللحمة، وهقلب بالشكل ده، وهنزل بحوالي كوبايتين مية مغلية من الكتل. ولازم تكون المية مغلية. وبعدين هغطيها بورق فويل علشان البخار يسوي اللحمة كويس، وهدخلها الفرن على درجة حرارة اعلى درجة حرارة في الفرن في الرف اللي في النص، وهي تقريبا هتقعد ساعتين على النار. هنا الرز كان تمام اوريدي اتشرب، وهقلبه بالشوكة زي ما حضراتكم شايفين. الرز بالذات يا جماعة يتقلب بالشوكة بعد ما يستوي، لان الرز يعني ضعيف جدا وممكن يتكسر ويعجن ومش هيبقى حلو. ولازم تاخدي بالك وانتي بتعملي الاكل تبدأي الاول بالرز، لان انتي لو عملتي الرز بعد ما دخلتي اي حاجة في الفرن بيضعف النار فوق في البوتاجاز، وبيخلي الرز بيطلع نصه معجن ونصه ني وما بيطلعش تمام. فانا حبيت ان انا اخلص من الرز الاول بحيث لما يستوي اركنه على جنب واشغل الفرن، يبقى خلاص انا اطمنت ان الرز بتاعي هيطلع سليم. جبت حلة على النار ونزلت بالبصل والزيت زي ما انتوا شايفين كده. انا دايما في كل اكلي انا بعمله بزيت الذرة او عباد الشمس عشان بيبقى خفيف على المعدة وما بيعمل لناش مشاكل صحية. اللي حابب يحط سمنة مفيش اي مشكلة، بس انا عادة انا بحب اعمل الاكل اللي هو بيبقى خفيف على المعدة. وهضرب هنا حوالي كيلو من الطماطم زي ما انتوا شايفين كده في الخلاط. والخطوة الأساسية أنا لازم أصفي الطماطم بذر الطماطم أو القشر أو الطفل بتاع الطماطم. كل الكلام ده بيتعب المعدة والقولون وبيعمل مشاكل كمان في الكلى. فأنا بحب دايما برضو في كل الأكل اللي أنا بعمله الطماطم بعد ما تتضرب لازم أصفيها. كل الطفل ده ملهوش أي لازمة، كل ده مشاكل صحية والله، بيتعب القولون والمعدة والكلى. بصفيه كده زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده هشوف البصلة واقلبها. انا طبعا مش هخلي لونها يتغير، يدوبك يبقى لونها مكرمل. هنزل بمعلقة توم كبيرة. من التركية برضو الحلوة اللي انا اتعلمتها، كان طبعا كل الناس اللي بتوع زمان كان يحطوا الثوم في الاخر بعد ما البامية بتستوي. لا، التركية الخطيرة اللي انا اتعلمتها من امي الله يرحمها ان الثوم يتقسم على مرتين، مرة مع البصلة وهي بتتحمر والنص التاني قبل ما البامية تخلص. دي برضو بيديها طعم حلو قوي. جبت كيلو من البامية ومش متفرزنة، مع احترامي لكل الناس اللي بتحب الاكل متفرزن، انا بحب دايما اعمل الحاجة فريش. جبت كيلو من البامية وغسلته كويس، وبعد ما نشف كويس قوي قمعته من فوق وسبت القمع اللي تحت مش بقطعه، لان في ناس كتير بتقطعه. دي ملحوظة مهمة، لان لما بتقطعي البوز بتاع البامية من تحت، لو البامية باتت بتتهرى وبتبقى قرص واحد، فانا مش بحب الشكل ده. بعد ما نزلت بالبامية نزلت بكمون وثوم بودرة وبصل بودرة. كل الكلام ده يغنيني ان انا اغير النكهة بتاعة البامية. مش محتاجة ان انا احط مرقة دجاج، لان برضو انا مش بفضل ان انا احط مرقة دجاج في الاكل لانها مش صحية. وبعدين هنزل بالطماطم بعد ما صفيتها بالشكل ده. وهنا عندي هيل مطحون او حبهان مطحون، هنزل بربع معلقة صغيرة، لان كل المنكهات دي هتغير طعم البامية خالص.
هتخليني استغنى عن مرقة الدجاج. وبما ان هي ما فيهاش لحمة، فكل الكلام ده بيديها طعم حلو. ونزلت بمعلقة فلفل اسود ونص معلقة هريسة شطة، وكان عندي معلقتين كبار من الصلصة دوبتهم في شوية مية. وهنزل بالشكل ده لان بيغمق الطماطم، لان الطماطم لو انا سبتها البامية هيطلع لونها اصفر او اورنج، فالصلصة بتغمق لون الصلصة. وهغطيها تاخد غلوة. ونزلت هنا بجوز الطيب يا دوبك بس تاخد غلوة، انا مش هسويها فوق على النار. انا خلي بالكم لحد دلوقتي لسه ما حطيتش ملح ولا التركية الاخيرة اللي هي بتاعه الثوم. هنا بقى الموضوع كله في الطاجن بتاع البامية. طبعا انا كنت شفت شيف على النت ان هو بيعمل دايما الاكل في طواجن، وقال الاكل عشان يطلع حلو ويستوي بسرعة تسخنيه قبل منها في الفرن علشان الاكل يستوي بسرعة ويطلع حلو. انا هنا نزلت بمعلقة الثوم ومعلقة الملح الكبيرة عشان تظبط الطعم، وهقلب بالشكل ده. وانا كنت دهنت الطاجن بالزيت علشان الاكل ما يلزقش فيه، ورشة كمون عشان تظبط الطعم. هي كده تمام جاهزة ان انا انزلها في الطاجن. وصوت الطشة بتاعت البامية وهي بتنزل في الطاجن دليل على ان الطاجن البرام سخن جدا، وهو ده المطلوب. هيخلي البامية هيوديها في حتة تانية خالص، وهيسويها بسرعة، ومش محتاجين ان هي تاخد وقت عشان لسه الطاجن عقبال ما يمتص حرارة الفرن. وهغطيها بورق الفويل وادخلها الفرن على اعلى درجة حرارة او درجة حرارة 200 على الرف اللي في النص. وبرضو يعني انا مش هسيبها كده، هطلعها بعد 30 دقيقة اشوف ايه الدنيا. انا هنا جبت طاسة ونزلت بشوية زيت وهحمر لسان العصفور. شوربة لسان العصفور برضو من الحاجات اللي بتتقدم للعزومات، وطبعا في ناس ما بتحبهاش، فعادي كل واحد وراحته. انا بحمرها بالشكل ده. وكان عندي شوربة، بعد ما اتحمر لسان العصفور نزلت بالشوربة وهغطي عليها كده، وكل شوية ابص عليها واشوف الدنيا وصلت لايه. واول ما تستوي ازود الشوربة براحتي، انما لو زودت الشوربة مرة واحدة مكرونة لسان العصفور هتشرب الشوربة كلها وهتتهرى وهتبقى قرص عجة. بعد ما اتأكدت ان هي استوت اقدر انزل بالشوربة براحتي بشويش زي ما انتوا شايفين، وبرضو ممكن ازود ساعة التقديم. نزلت بالفلفل الاسود، هي اوريدي الشوربة متبلة ومتبهرة وكل حاجة، بس دي تركية برضو بتخلي لسان العصفور طعمه حلو. وبعدين فتحت الفرن عشان اشوف طاجن اللحمة. هفتح بشويش ونخلي بالنا من البخار ونفتحه من الناحية البعيد، لان لو فتحتيه من قدامك البخار هيلسعك كده. بسم الله ما شاء الله، والريحة بتاعة التوابل تجنن. انا جسيت اللحمة هي كده تمام بعد ما قعدت في النار حوالي ساعة ونص. وكده برضو لسان العصفور خلص. وهنشوف طاجن البامية. طاجن البامية ما قعدش في الفرن 30 دقيقة لان الفرن كان سخن. ممكن تقعد 45 دقيقة لو عملتي درجة الحرارة 200. كده البامية تعتبر خلصت، وهطلع واحدة اتأكد ان هي استوت ولا لا. كده البامية تمام زي ما انتوا شايفين، وهدخلها الفرن تاني
تاخد لون. هفتح الشواية، ولو مش موجود شواية، لو سبتيها متعرية من غير الفويل، الفرن هيديها لون. وكده ده اللحمة، طاجن اللحمة بعد ما طلع من الفرن. وده طاجن البامية بعد ما فتحت عليه الشواية. ودي السلطة وده الرز والاكل كده زي ما انتوا شايفين. وياريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وكومنت، وتصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. واستنوني ان شاء الله في الفيديو جاي. باي باي.